لو ولو لو 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 شوفوا بحاله سوا، والحب مو بالقوة. شو بغني عراقي اليوم؟ ترى الأغاني العراقية كل زين، أنا أحبها وايد وأحب الشعب العراقي وايد. والله معك حق، أحلى ناس، وأنا بحب كتير العراق والشعب العراقي. ما كان بين ما يجي الباص راح تشيلك كم نكتة عراقية. هات لشوف، سمعنا. شاب راح يخطب بنية، أبوها قال له طيب هاي مناسبة تاتشل فيها علشة يا ابني. قال له لازم بعد السيجارة يا عمي. قال له أبوها أنت تدخن؟ قال له على الخفيف مع الويسكي. أبوها وبتسكر كمان؟ قال له لما ألعب قمار بس. قال لها أبوها قمار ومن إمتى؟ قال له من أول ما طلعت من السجن. أبوها قال سجن؟ وليش دخلت السجن؟ قال له قتلت واحد طلبت إيد بنته ورفض. أبوها قال نقرأ الفاتحة على بركة الله. اسمع لي، اثناء احتلال الأمريكان العراق، بوش كان يتعجب على العراقيين شلون تنتقل الأخبار عندهم بأسرع من البرق. فسأل أحد الجنود الأمريكيين وقال له إن العراقيين عندهم شفرة اسمها شوكو ماكو، عن طريقها يقدرون معرفة الأخبار وتناقلها بسرعة كبيرة. فتخبى بوش بزي دشداشة وعقال وعباية وزار العراق، وذهب إلى محطة توزيع الغاز، وسأل أحد العراقيين وقال له شوكو ماكو. رد العراقي وقال له والله ما أدري، بس يقولون بوش بالعراق. اسمع لي، أم سعدون سمعت من الناس إن أبو سعدون يريد يتزوج عليها، فسلقت 4 بيضات ولونت كل بيضة بلون وحطتهن على ريوق. شافن أبو سعدون وسألها ليش كل واحدة بلون؟ شنو الفرق بيناتهن؟ قالت له أم سعدون ذوقهن أول. بعد ما كلهن أبو سعدون لقاهن نفس الطعم. قالها ماكو فرق بيناتهن. قالت له شفت يا أبو سعدون، النسوان هم كلهن نفس الشيء، بس يختلف لونهن وشكلهن. قالها أبو سعدون كلامك صحيح، بس تعرفين من أكلتهن شنو اكتشفت؟ قالت لهم سعدون وشنو اكتشفت؟ قالها أبو سعدون اكتشفت إن الواحد ما يشبع إلا إذا أكل 4 بيضات. عجبتني والله، حلوة هي. تدري بعد إن الزوج العراقي كلش مؤدب، حتى من يريد يغلط على زوجته يستأذن منها تريدين يلعب والديك هسه؟ لا حبي خليها على باكر. محشش يقول لصاحبه اختي جالها عريس سكران ومو عارف نوافق ولا نرفض. قال له صاحبه وافق قبل ما يفوق ويشوفها. حلوة. قوم يلا خلينا نمشي لك وجه الباص، يلا قوم. شرف سيداسي، تفضل.